يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة برحاب مسجد سيدي عبد القادر بكفر شنوات، حيث ننقل لكم هذه الأمسية الدينية بمناسبة ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. والإيمان والإسلام، وخير ما نبدأ به هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا وعلى مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد كله. لنا وله التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة، وعنده علم الساعة، وإليه ترجعون. وهو الحكيم العليم. وعنده علم الساعة، وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
فأنى يؤفكون وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين وقيل يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا صدقت إله فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة المباركة، والذي تلا ورتب على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد شكلة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش وإياكم مع خير الكلم مع فضيلة الشيخ إبراهيم عمرو، إمام وخطيب هذا المسجد، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
وصحبه أجمعين. في البداية عاوز كل اللي بيحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرفع ايده لفوق. في لسه ناس مش رافعه ولا ايه؟ سيدنا النبي يا اولاد. طب اللي بيحب سيدنا النبي يصلي عليه. انت عارف ليه انا قلت كده؟ عشان مش ببلاش. الصلاة وحبك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش ببلاش. لا وايه؟ ثواب ما تحلمش بيه. واحد من الأعراب جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ الساعة امتى؟ فقال: وما أعددت لها؟ انت بدين بتسأل على الساعة، انت أعددت لها ايه؟ في رواية سيدنا الإمام الترمذي رضي الله عنه يقول: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير، لا صلاة ولا صيام ولا أي حاجة من الكلام ده، غير أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. هذا أول حاجة. أول حاجة هتبقى مع سيدك النبي عليه الصلاة والسلام لما تحبه. سيدنا ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه يعني خادمه، كان ملازم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده على طول، وكانت الصحابة تعرف عنه شدة حبه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه إذا غاب عنه صلى الله عليه وسلم لساعة أو ساعتين أخذه وجده واشتياقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبحث عنه زي ما يكون في حاجة هتيها مني. ففي يوم قابله النبي عليه الصلاة والسلام فوجهه متغير لون وجهه، لون وجهه كده مصفر شوية. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انخض عنه فقال له: ما لك يا ثوبان؟ ما لك؟ فقال: يا رسول الله، والله ما بي لا مرض ولا أشتكي ألما، غير أنك تعلم حبي واشتياقي إليك، وقد ذكرت الآخرة يوم القيامة، وعلمت بأنك ستكون في منزلة النبيين، وهذه منزلة لا أنالها، وإن دخلت الجنة كنت في درجة أقل، فقد لا أراك أبدا يا رسول الله. يوم القيامة مش هشوفك خالص. اصفر وجهه وتغير لأنه ظن أن لن يراه يوم القيامة، وهو عارف ان يوم القيامة ديت خالدة، لو ما شفتوش يوم القيامة مش هشوفه خالص تاني بقى. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم، لسه ربنا ما علمهوش. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ثوبان لثوبان: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: خذ يا ثوبان، أبشر بها، أبشر بها يا ثوبان، أنت بقت جاية لك لوحدك. لكن بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عممها على كل الأمة. لما تحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لما تكون معاه في الجنة باب، وأن تنال رحمته باب تاني. سيدنا الإمام ابن القيم يقول في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول: فبحثت فوجدت أن رحمة الله سبحانه وتعالى حينما أرسلها المقصود بها مين؟ سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. فلم أجد إلا أنها قد نالت العالمين جميعا، العالمين كلهم، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم كله. أما المؤمنين فنالوا حظهم في الدنيا والآخرة،
لما أمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكفار فقوله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيه. يبقى خلاص رفع العذاب سبحانه وتعالى، لأن احنا عارفين ان الأمم السابقة بتاعت الأنبياء كلها كانوا يلقوا جزاء تكذيبهم وكفرهم بأنبيائهم في الدنيا. نوح غرقهم، وعاد خسف بهم الأرض، وكذلك فرعون أغرقه، وإحنا عارفين القصة. أما من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خديا الحماية ديا اللي هي رحمة للعالمين، إن أنا مانش هعذبهم وأنت فيهم. طول ما أنت فيهم مانش أنا رفعت عنهم العذاب في الدنيا. هكذا تنال حب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كده خلاص؟ لا، الله سبحانه وتعالى من الجوائز بقى اللي انت هتاخدها من حبك لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان بتاعك يبقى كامل، حتى لما تكون محافظ على الصلاة والصيام وكل الأعمال الصالحة يفضل في حتة كده نقص. يقول الإمام مسلم بسنده عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. اسمع بقى، عشان لما صليت ورفعت إيدك وكل ده عشان هتشوف الجوائز اللي انت هتاخدها. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أكون أحب له من ده كله، فتحدي على كله إلا على سيدنا عمر، فقال يا رسول الله والله إنك لأحب الناس إلي غير نفسي التي بين جنبي. بحبك أكتر من الناس بحلها وولدي ووالدي وكله، إلا إن بحب نفسي أكتر شوي، ده نفسي برضو. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال الآن يا رسول الله أنت أصبحت إلي أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، دلوقتي بس كمل إيمانك. كمل إيمانك ليه؟ عشان حبيت سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. لما تبص تلاقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير ما نتحدث عنها مهجورة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم منسية. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى تيجي تقول للواحد انت صليت السنة مثلا او السنة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام او كده كان النبي صلى الله عليه وسلم او دي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من ساعة ما جيب له سكير السنة دي هو فاكرها ان هي ملهاش ايه سواء، وان دي حاجة زيادة كده اصليها ولا ما اصليهاش، لأنه هو فاكر إن السنة في تعريفها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، أما الفرض يعاقب تاركه. طيب لما تيجي بقى احنا بنخلص اهو في رمضان ويقول لك في 6 أيام بيض، جيت صليت العشاء المغرب العصر أي فرض من الفرائض له سنة قبلية وسنة بعدية، في 12 سنة 12 ركعة. قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن غفر له. طيب أنت جيت صليت الفرض ورحت قايم خارج جري على الباب الجامع ولا قمت من بيتك، بعدين صليت العصر قلت فكرت ان كده خلصت، فصليت العشاء فكده خلصت، فتقوم تجري وتلاقيهم بيسرعوا كده على الباب. ينادي الله سبحانه وتعالى عليك يوم القيامة، مش بقى عشان يقول لك انت تعال،
لما يجزن أعمالك اللي انت كنت بتعملها، وخصوصا الفرائض اللي انت لازم تكون واخد عليها درجة تنجحك، درجة النجاح تكون واخدها. فيجي مثلا العشاء واخد فيها 7 8، احنا عاوزينه يبقى 10. شوف بقى السنة هتيجي تعمل لك ايه اللي انت سبتها دي ومشيت. فينادي الله سبحانه وتعالى على ملائكته: يا ملائكتي انظروا لعبدي هل له من تطوع، اللي هي السنة، يكمل، وفي رواية يجبر به ما انتقص من فريضته. دي السنة اللي انت ما انتش عاوز تحافظ عليها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء رحمة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء هاديا ومبشرا ونذيرا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تعرف مقدار حب النبي ليه، قعد مع نفسه يوم صلى الله عليه وسلم فذكر قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ده بالنسبة لمين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا عيسى قال إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وترحمهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي بكى، فقال الله سبحانه وتعالى: ونادى يا جبريل انزل إلى محمد وسله وربك أعلم. أنا عارف ليه بيبكي ليه، بس انزل اسأله ما يبكيك يا محمد. فينزل جبريل ويقول: يا محمد ما يبكيك؟ فيقول له: قرأت كذا وكذا وأخشى على أمتي أمتي أمتي. كل الأنبياء بيقولوا أمتي وأنا كمان هقول أمتي. فيصعد الأمين جبريل عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي سألته فقال كذا وكذا، وهو خائف أو يريد الأمان لأمته. فقال: يا جبريل انزل إلى محمد وأقرئه السلام وقل له: والله سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. هنرضيك في أمتك ومش هنسوءك أبدا. قولوا جميعا: اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأترك المجال لفضيلة الشيخ أحمد. يا شيخ إخوة الإيمان والإسلام، عشنا وإياكم مع خير الكلم من فضيلة الشيخ إبراهيم عمرو إمام وخطيب هذا المسجد، ونعيش وإياكم أيضا مع خير الكلم فضيلة الشيخ أحمد خضير، فليتفضل فضيلتهم مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام. إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام. بقدرته تهب الرياح ويسير غمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه،
أكرم مسؤول وأعظم مأمول. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ومصطفانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وخير من زكى وحج وقام، النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أجسامنا على النار لا تقوى. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو رمضان قد ولى وانصرم، كأنما هو طيف عابر مر ولم نشعر فيه بمضي الزمان ولا بكر الليالي والأيام. مر علينا وهو شاهد لنا أو علينا، ويوم أن نقف ويحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى فكلنا محاسبون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ينادي ربكم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي أجمعها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنون وتجر خلفها الأعمار، تطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الحق الجليل للسؤال عن الكثير والقليل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل سمعتم عن أحد دخل القبر مع أبيه؟ هل سمعتم عن أحد دخل القبر ورفع الأعمال عن أمه؟ هل سمعتم عن أحد دخل القبر ورفع العمل عن ولده؟ أحب وأقرب الناس إلى قلبه نبينا صلى الله عليه وسلم يبين على حال رب العزة سبحانه: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أي أجمعها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله هو عملك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يعي ويدرك فضل شهر رمضان الكريم المبارك، كلنا تحدثنا عن فضائل ذلكم الشهر الكريم، علمنا فضل أيام ليلة القدر، علمنا أيام الصيام، علمنا بأيام القرآن، علمنا بأيام القيام. ثم ماذا بعد رمضان؟ ثم ماذا؟ لا تكونوا مثل بلعم بن باعوراء، ذلك الرجل الذي كان من بني إسرائيل، أكرمه ربنا سبحانه وتعالى أنه قيل في شأنه أنه نبي، ولكنها من الإسرائيليات، ولكن الحق سبحانه وتعالى أعطاه بأنه إذا دعا دعوة تستجاب كان صالحا، ولكنه بعد ذلك قيل في شأنه أن الحق سبحانه وتعالى أنزل فيه تلكم الآيات. ما هذه؟ قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كان رجل أعطاه الله تبارك وتعالى الحكمة، أعطاه الدعاء بأنه إذا دعا يستجاب، ولكنه انسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدتها أو من جلدها. ولا تكونوا مثل تلكم المرأة التي كانت تغزل غزلا محكما. تلكم المرأة التي كانت تغزل غزلا محكما كان يسر الناظرين، فإذا نظر إليه ناظر كان ينظر إليه وهو فرح بما تصنعه تلك المرأة. تلكم المرأة لما كانت تغزل الغزل في أول نهارها، في آخر النهار تنقضه أنكاثا. أي عقل هذا وأي حكمة من امرأة كانت تغزل غزلا محكما ثم تنقضه أنكاثا. قال رب العالمين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالإنسان منا دخل على رمضان بقدر قوته وبقدر طاعته وبقدر جهده وجهده وأقبل على الله. منا من ابيضت صحيفته، منا من استجاب الله دعاءه، منا من غفر الله عز وجل له ذنبه، منا من أقبل وقبل الله عز وجل توبته. ثم ماذا بعد رمضان؟ مع أول فجر في شهر رمضان في شهر شوال يفر المصلون ويفر الرمضانيون. أفلت المساجد وأظلم ليله وأظلم ضياؤه بعد أن لمع، فأظلمت المساجد وأظلمت المدامع. فإن الحق وإن القلب ليجمع، وإنا على فراقك يا رمضان لمحزنون. نختم أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدرسة رمضان، فإن رمضان مدرسة بل هو جامعة. من لم يتخرج من مدرسة رمضان فلم يتعلم ولن يتعلم في حياته، وإن كان صاحب طب أو هندسة، وإن كان صاحب ذكاء أو فتنة، فإن الرجل منا يجب أن يعي ويدرك بأن كلية وجامعة رمضان لم تكن مثل أي جامعة، فإنها جامعة التقوى وجامعة الفلاح. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لم يقل جل وعلا لعلكم تفلحون، مع أن الصائم أولى له أن الله يبشره بباب الفلاح، بباب النجاح، بنتيجة نجاحه في صيامه. ولكن الحق سبحانه وتعالى أعطاه أعظم من ذلك كله، فقال جل وعلا: لعلكم تتقون. ثم بعد آيات الصيام وبعد شهر رمضان وبعد أحكام الصيام قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انظر إلى جميع مواضع الأسئلة في القرآن كله، فإن الحق سبحانه وتعالى يخبر حبيبه ونبيه وصلى عليه أنه قال: يا محمد سيسألونك عن كذا فقل لهم الإجابة كذا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الساعة. ولكن الموضع الوحيد الذي لم يجعل الحق سبحانه وتعالى
حتى ولو كان نبيه واسطة بينه وبين عبده. قال له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بفاء السرعة والتعقيب للاستجابة. ولنا في أنبياء الله ورسل الله كيف أن الحق سبحانه وتعالى استجاب لدعاهم. فنسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على مائدة طاعته أن يجمعنا في يوم لا ظل إلا ظله تحت عرشه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأنه يصلح أحوالنا ويصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، وأن يجمعنا على مائدة جنته دار كرامته ومستقر رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم وشكر الله لفضيلتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ أحمد خضير على هذه الكلمة الطيبة المباركة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، نرفع أكف الضراعات إلى الله مع الابتهالات الدينية والمدائح النبوية يقدمها لنا فضيلة الشيخ يوسف برسيم، وأيضا إن شاء الله بعده في ابتهالات للشيخ صبري شكلة والشيخ ناصر تمراس إن شاء الله. الحب لك والحرف لك والشعر إن غنى فلك. الحب لك والحرف لك والشعر إن غنى فلك. يا سيد الثقلين يا سيد الثقلين ما أندى يديك وأجملك. الحب لك، صلوا على رسول الله. الحب لك والحرف لك والشعر إن غنى فلك. يا سيد الكونين يا سيد الكونين ما أندى يديك وأجملك. يا سيد الكونين
الكون ما أندى يديك وأجمدك صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا نور يا نور حبيبي نور على نور حبيبي نور محمد نور حبيبي نور على نور رسول الله يا رسول الله يا حبيبي طال بي الحنين طال بي الحنين وأغرق مهجة الشوق الدفين مدحتك مدحتك لا رياء أو نفاقا وفي من يمدحونك من أكون مدحتك لا رياء مدحتك لا رياء أو نفاقا مدحتك لا رياء مدحتك لا رياء أو نفاقا مدحتك لا رياء أو نفاقا مدحتك وفي من يمدحونك من أكون رسول الله يا حبيبي رسول الله يا حبيبي يا نور الدنيا يا نور رمضان دمعي للفراق يسيل وقلبي من ألم الوداع أزيل
مهلا جئتنا بهداك، فهل يا ترى بعد الرحيل نراك؟ فهل يا ترى بعد الرحيل نراك؟ قد فاز حقا بالصيام من اهتدى، أو قام ليلا عاطرا بسماك. رمضان جادت بالدموع بالدموع قلوبنا والكون يبكي، والكون يبكي من فراق سناك. فأعد علينا ربنا شهر الهدى، واقبل إلهي صائما لباك، وامحو الذنوب وامحو الذنوب وامحو الذنوب قليلا وكثيرا، واقبل إلهي صائما رحماك. شكرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا وإياكم مع هذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية التي قدمها لنا فضيلة الشيخ يوسف برسيم. نعيش وإياكم مع هذه الابتهالات الدينية أيضا والمدائح النبوية مع فضيلة الشيخ صبري شكلة، وإن شاء الله الشيخ ناصر تمراز برضه إن شاء رب العالمين. سبحان الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية. سبحانه وتعالى سبحان الله. سبحان من عنت الوجوه
فهو الكريم يجيب من ناداه سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الكريم يجيب من حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو حمدت من لم يجد بالصبر إلا هو وبالرضا والقضاء لي قدر الله وقلت للنفس قولا وقلت للنفس قولا ليس تأباه يا نفس صبرا يا نفس صبرا على ما قدر الله وسلمي تسليما وقلت للنفس قولا ليس تأباه يا نفس صبرا يا نفس صبرا على ما قدر الله وسلمي تسليما وسلمي تسليما وسلمي
تسلمي وسلمي تسلمي فالحاكم الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد والله ما لك غير الله من سند فحسبك الله في كل لك الله. يا رب يا رب ما لي إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أناب متأسيا بالهاشم محمد خير البرية ملة وكتابا وهو صاحب الجاه العريض ولم يزل وهو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا فوق البساط دنا فوق البساط دنا ونودي باسمه دس يا محمد دس يا محمد دس يا محمد لا تخف إرعابا
أنت الحبيب أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا يا ما لي سواك إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أنابا متأسيا بالهاشمي محمد متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا وهو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا فوق البساط دنا ونودي باسمه دس يا محمد لا تخف إرعابا أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا لا أنت جبار ولا متكبر لا أنت جبار ولا متكبر ولا كنت نماما لعن الذي لك في الوجود أعابا يا رحمة للعالمين وشافعا للمذنبين إذا أتت أحزابا صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح نجم في السماء وغابا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اخوة الايمان والاسلام، عشنا واياكم في رحاب هذه الوكالات الدينية والمدائح النبوية والتي قدمها لنا ولكم فضيلة الشيخ صبري السيد شكلنا، وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي نقلنا لكم بالرحاب مسجد سيدي عبد القادر بكفر شنوات بمناسبة ليلة القدر.
اللهم عاد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم آمين يا رب العالمين. كل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.